سيدنا محمد. صلوا على النبي في كومنتات، وحشتوني جدا جدا جدا. على فكره مريم نجحت، قولوا لها بقى مبروك في كومنتات. النهارده احنا عند تيتا بنحتفل بيها، بنعمل لها. وهنا بقى كنت كان اياد جاي جنبي. عايزه اقول لكم ان كان يوم فيه فضايح كتير قوي، دي انا كتمت الصوت عشان يعني كانت فيه هايبره جامده جدا. عايزه اقول لكم كمان ان انتوا وحشتوني جدا جدا جدا. اياد بقى هنا كان ناوي يتألق وبيجرب هل هينفع التألق هنا ولا لا. هنا بقى كانت ماما بصراحه هي اللي عجنه. انا جيت متاخر الاول. احكي لكم الاول من البدايه. رحت جبت النتيجه بتاعت مريم ونجحت والحمد لله. وبعدين طبعا كلمت مامتي، وبعدين كلمت بقى لوكا وكده. فقلت لها يا ملوكه طب انا عايزه اعمل لك اكله حلوه. قلت لها اقول لك يا تيتا تعملي لي ايه؟ قلت لها قلت لها انا عايزه عيش بلحمه وعايزه بيتزا. قلت لها عناية، تعالي وانا اعمل لك. المهم روحت البيت، لبسوا وبتاع ومش عارفه ايه وبتاع ومش عارفه ايه كده، وخدتهم ونزلنا. رحت بقى لقيت ماما بصراحه هي اللي عجنه العجينه ومحضري لي كل حاجه، حتى اللحمه عاملاها، وبصل بقى حاطه فيها بصل وتوم وبتاع ده وطماطم ومحبشه كل حاجه من كله. انا كنت رايحه لها تقريبا الساعه 4:30 5. قالت لي لا انا هستناكي تعملي لي عجينه وتخمر ومش عارفه ايه وكده، ده انا لو يعني لو هعتمد عليكي خلاص احنا مش هناكل. طبعا كان معتاد بتاعي ان انا بتاخر. يعني مفيش مرة تقولي مثلا تعالي بدري واجي بدري. بحكم الولاد، وبحكم بقى ان انا يلا بينا نلبس، طب البس ده، طب اعمل ده، طب خد شاور، طب اعملي كده يعني. المهم رحت لقيتها ربنا يخليها يعني ويبارك في عمرها ويديها الصحة والعافية. لقيتها مخلصة العجينة ومخمراها ومقطعة الفلفل ومقطعة الجبنات ومظبطة كل حاجة. بعد كده لقيت هناك بقى مرات اخويا اللي هي علي، مرات اخويا علي. المهم كانت هي اللي واقفه بتصورني. تمام. واياد بقى كان متألق اليوم ده، ومريم كانت فرحانه ان يعني ان احنا رحنا اصلا يوم غير يوم الخميس. احنا المعتاد ان احنا بنروح يوم الخميس، فاحنا كسرنا القاعده امبارح ورحنا علشان مريم بس نجحت. المهم اياد طبعا تألق، ماما هاتي حته عجينه هاتي. قلت له لا مفيش، انسى العجين ده ما حدش يمسكه. المهم بقى خلصت، قمت رصينا الحاجه على الترابيزه وجابت لي كل حاجه والدنيا تمام. المهم ما قمت ماسكه بقى العجينه واحده واحده، افرد بقى وحط، افرد وحط، وهم بقى كل واحد بكلمه طبعا متألقين. هم انتوا مش شايفين انا مريومه عماله اقول لها انتي السبب، انتي السبب كل شويه، انتي السبب. ومرات اخويا بقى شغاله معايا نقر ونقير، تقولي خلي بالك. انا ساعدت ماما، خلي بالك انتي من غيري اصلا ما كنتش جيتي. هي اصلا قالت لي انا تعالي، ما قالتلكيش انتي اللي جايه كده، انتي ضيفه، انتي مش عارفه ايه، انتي ايه. كنا نقر ونقير مع بعض. عايزه اقول لكم ان احنا الحمد لله الحمد لله يعني لمتنا في بيت امي بالدنيا وما فيها. احنا انا اخواتي 3 صبيان وبنتين، وزادوا علينا كمان بنتين، مرات اخويا الكبير ومرات اخويا الصغير. يعني الحمد لله احنا بقينا 7، ومفيش فرق ما بيننا خالص، مفيش فرق ما بيننا خالص خالص. يعتبر ال4 بنات مفيش فرق ما بين دي ولا دي ولا دي، كلنا زي بعض الحمد لله. وامي ما بتصنفش بنتي ما من مرات ابني، ما فيش الحمد لله كده. ربنا يديم بينا المعروف والمحبة وما يدخل بينا حاجة وحشة، ويسترك يا امي، وتفضلي بيتك عمران ويخليكي لينا وما نتحرمش من وجودك ابدا في حياتنا.
هنا بقى كانت حاطه سمنه، كنت حاطه معلقتين سمنه بلدي في اللحمه، فقلت لها ادعكي بقى السمنه وبتاع مش عارفه ايه. فببص كده لقيت السمنه زي ما هي، قالت لي اصلك ما بتدعكش، اصلك هي ناشفه. قلت لها يا خراب يا بنتي، كنت عملتيها ودعكتيها بايدك عشان تسيح. انا بحط في اللحمه المفرومه في العيش بلحمه ان انا بحط معلقه سمنه. هي بقى عماله ايه، بتزاويني كل شويه تقولي انت ايه اللي جابك، انت ايه اللي جابك. كان يوم حلو بصراحه. يمكن مش كلنا متجمعين، بس كان يوم حلو. كل ده عشان خاطر ملوكه. المهم بقى خدت العجينه، افردي افردي افردي، وكمامك شمري شمري. كل شويه تقولي دودو بالله عليكي توصي بالرغيف اللي معاكي، انا عايزاكي تتألقي في الرغيف اللي معاكي. طب بصي ده بتاعنا. اقول لها مالكيش دعوه انتي اسكتي. تقولي ايه، هو انا مش بصورك؟ ادام انا بصورك يبقى لازم تديني مقابل، معلش. هو انا صورك كده او انت ولا ايه؟ ومالك عماله تضحك؟ تقولي لا ماليش دعوه. كل شيء لا ماليش دعوه، ده بتاعي، ده الرغيف ده بتاعي، ده يا بنتي اسكتي كله زي بقى. تقولي ماليش. طب بصي انا اللي جايبه لك الفلفل. طب بصي انا رحت السوق وجبت الفلفل. طب بصي انا عملت ايه. شفتي يا ماما؟ شفتي دنيا بتعاملني ازاي يا ماما؟ عايزه اقول لكم ان انا دخلت بقى البيت اول ما جبت النتيجه. دخلت داخله كده اللي هو بخوف مريم يعني. ايه يا ماما؟ قلت لها مريم سقطش، مريم دي وش اسود، والله وش اسود. اترعبت. اترعبت، عارفين يعني ايه اترعبت؟ وبعد ما عرفت اح يا ماما ليه يا ماما كده يا ماما. انا عن نفسي بصراحه كان قلبي واجعني وكان قلبي مقبوض. وانا رحت من الساعه 10 الصبح المدرسه، مروحه تقريبا 1:30. يعني من 10 الصبح ل1:30 وانا في الشمس. والناس تقول إيه، طب روحي عشان زحمه وتعالي بكره. اقول لهم لا، روحي عشان الجو والشمس. اقول لهم لا. بص مريومه تقول لكم عاملين ايه. لانه بيشتغل جنبي. مرات اخويا تقول لي طب هاتي حته. حته ايه يا بنتي؟ اسكتي يا بنتي دي عجينه. تقول لي لا انا هاكلها كده. اقول لها اسكتي، لو ما سكتيش مش هتاكلي. جيت كان عامل عمايله كمان، يقول لي انا عايز بيتزا. يا ابني البيتزا بتاعتك ما تتاكلش. يقول لي لا انا عايز بيتزا يا حبيبي. قلت له طب استنى بقى لما اخلص ده الاول وبعد كده نعمله البيتزا. اتفرجوا بقى على البيتزا بتاعت ايه. انتوا طبعا فاهمين البيتزا بتاعت ايه، مجرد عجينه وصلصه. لما جنني. وقطعت فلفل. انا كنت ناسيه موضوع الفلفل ده. في جزء بيحب العيش بلحمه حامي وجزء بيحب العيش بلحمه بارد. فانا قطعت قرنين فلفل كده جنبي، قلت بحيث ان انا اعمل صاج او اتنين بتاع ده من غير فلفل والباقي بفلفل. بص ببص لها ازاي عماله تنكشني، عماله تنكشني. تقولي يا دودو انتي مش قايلالي ان انتي هتعزميني على ايس كريم؟ قلت لها وعد هعزمك على ايس كريم بس لما انزل. لا دودو انتي لازم تنفذي يا بنتي استني لما انزل. اوعدك لما انزل هعزمك. فطحاني فطحاني.
اياد بقى جه بتقول لي، مرات اخويا بتقول لي ايه، على فكره دي ماما اتصلت بيا وقالت لي انا اللي اجي، انت ايه اللي جابك؟ قلت لها احنا الاساس يا حبيبتي، احنا الاساس، احنا اصلا جايين كلنا عشان مريومه، يعني احنا اصلا جايين كل وعاملين الاكل عشان مريومه، ده طلبها، يعني انت كده يعني احمدي ربنا ان مريم ايه هي اللي طلبت وانت جيتي. قالت لي لا 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 لا. كان يوم لذيذ. عشان انا اوجع اعوج في بقي في بقي ازاي؟ اهو اي كلام بتقوله بتجنني، بتنكشني، بتفضل تنكش فيا كده، عاملين زي القط والفار مع بعض. كل شويه هو ده بتاعي، طب بصي توصي بيه، طب حطي لي مش عارفه ايه، طب حطي لي. يا حاجه انت داخله ايه مطعم؟ لا ونسيت احط الفلفل برضو، يعني انا اصلا جايبه الفلفل مقطعات رانشات وبتاع وحطاه جنبي ونسيت ومش تفكرني. هنا عماله تجادلني، عماله شغاله مجادلات انا وهي، وجت ماما قالت لي لا لا سيبي انتي بقى، انا هظبط لك هنا في الصاج وانتي فريجي. قلت لها ماشي يا حاجه تشكري والله. وتقريبا هما هنا جاعوا بقى خلاص بقى فصلوا، وحتى ملوكة ماما انا مش قادرة، ماما مش عارفة دخلنا حاجة في الفرن، ماما اعمل لنا مش عارفة ايه. هنا بقى كانوا عايزين خلاص، انا عملت اللي بتاع ده، عملت اللي هو من غير حامي، يعني من غير فلفل ولا حاجة، عايزين بقى فلفل، الصاجات اللي باقية يعني اعملها بالفلفل. قالت لي ايه ده انت هتحطي فلفل؟ قلت لها اه. قالت لي طب مش واكله؟ قلت لها عادي، على قلبي زي العسل ما تاكليش. ايه ده ازاي، انا ما بحبش الحامي قوي. قلت لها خلاص انا بقى هحط لك في السندوتش بتاعك قرنين فلفل شطه كده حلوين عشان تعرفي تاكلي. يا ماما بصي بصي دودو بتعمل معايا ايه. لا انا عايزه اقول لكم لو ما كنتش منتجت الفيديو لا كنتوا هتسمعوا حكاوي القهاوي. ده انا اختصارات اختصارات اختصارات، لكن انا كنت هتسمعوا حكاوي القهاوي بقى واحنا قاعدين وبننكش في بعض، ويجي ايه يخش لنا كده بالتليفون التاني، وتيجي مريم مستمعة. قلت ادوق الفلفل لقيته مولع نار نار. كان عشمي بقى ان هو يعني يبقى احسن او حامي بس مش اوفر، لقيته حامي قوي. قلت بقى يلا مش مشكلة، يلا خليهم يتألقوا. قلت لي حاطه ياما؟ قلت لها لا احسن. لو وصلتوا لغايه هنا ما تنسوش تحطوا اللايك وتعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. هي عماله تقول ايه ده قبل ما منتج، عماله تقولوا يا جماعه دوسوا اكسبلور، دوس يا بنتي اسكوتي اكسبلور ايه انتي اسكوتي، تقولي اكسبلور مش هما بيقولوا كده يا بنتي اسكوتي اكسبلور ايه. فضلت اضحك ضحك. هنا بقى كل شويه تقول ماما بالله عليكي انتي اتصلتي بيا ولا لا، بالله عليكي يا ماما،
بالله عليك يا ماما قولي لها عشان تعرف ان انا مهمه، بس عشان تعرف ان انا مهم. هنا بقى ايه، كنت تقريبا خلاص كده يعني، فاضل لي حاجه بسيطه واخلص، لاني كنا حطينا بقى حاجات في الفرن. وكل شويه اياد يقول يا ماما انا عايز البيتزا، مفكر ان هو ده كده وان هو هياكل من الحاجات دي، رغم ان اياد ممكن يكون بياكل عيش بلحمه بس بتفاصيل مختلفه. فانا لما روحت عند ماما كنت لقيتها عامله العيش بلحمه اللي هي الخلطه بتاعه اللحمه، فما عرفتش ان انا اعمل له حاجه غير ان انا لما بعد ما يستوى ان انا اشيله الطماطم من قلب الايه، من قلب الساندوتش. يعني انا بعد ما عملت وسويته وبتاع ومش عارفه ايه، قمت شايله، قمت اخدت الساندوتش بتاع اياد، شلت كل الحاجات اللي ممكن هو يشيلها ويتضايق منها عشان ما ياكلش. طماطم اللي باينه شلتها، الفلفل شلته، البصل لو في بصل باين شلته، اللي هو عارفين اللي هو كده ده، مفيش اي حاجه خالص. المهم كان بالنسبه لي ان هو ياكل، مش مشكله بقى، كان بالنسبه لي ان هو المهم ياكل، ان هو اكله مش حلو خالص. انتوا عارفين اياد بقى لما يأفور في الاكل بيبقى صعب جدا، ممكن ما ياكلش، لازم اعمله الحاجه اللي بيحبها عشان ياكل. لو ما تعملش الحاجه اللي بيحبها والله لو عملت ايه ما هياكل. هي عماله بقى تتكلم وانا كل شويه اقول لها انت خنقتيني، انت خنقتيني، تقولي مش كفايه ماسكلك التليفون. قلت لها لا، لو كان معايا الرنج ما كنتش اتحوجت ليكي. كان يوم جميل. بس احنا بنهزر يعني، انا كل الكلام اللي احنا بنقوله ده احنا بنهزر يعني، مش بجد. الحمد لله يعني ما فيش بينا الا كل الاحترام. المهم كل شويه ايه بقى، ماما ماما ممكن عايز حته عجينه، اقول له لا. طب بالله عليك يا ماما عايز حته عجينه، يا ماما يا حبيبي لا، يا حبيبي لا. يا سلام. بس افتكر يبقى ان هو ده ولا لا. وتشيلي زيتونه بقى، اه، وفلفل عشان يبقى مميز. انت ورزقك ده لو عرفتيه يعني. لا حطي لي فلفل وزيتونه لو عرفت بس. تحويل الى لا تهدى يا فلفل انا نسيت احط فلفل. مش مشكله فلفل. طب حطي من فوق فلفل. اه انا هعمل كده. شاطره يا مامي يا لولو. اتفضلي. طب قولي لي واقفه تصوري كده وخلاص. حاولي كده. كاني انا. يا سلام. ايه ده؟ نسيت احط فلفل من جوه، بحطه من بره عادي. طب انت هتاكليه ده كيف؟ ده اللي هتاكليه بتاعي ده. الفلفل حراق قوي. ما هو ده فلفل حراق قوي. ده انا اتشوقت من دلوقتي. ده نعام. والنبي ما تنسوش تحطوا اللايك عشان هم هيشلوني. ده نعام. انا عندي دلوقتي. انت مالك قلتي كده ليه؟ والله لايك. ما تنسوش تحطوا اللايك. انا تنسوش تحطوا اللايك. انا عايزه اكل يوم شويه. النهارده في فضايح شويتين. ماما يومي هيتشالوا؟ انا هحاول قوي. اول واحده هتضحك كده. تحويل. عايزه ما يعرفونيش. عايزه اجيب صوره من عندي العروسه اللي شافوها في الفرح. لا مش هي دي مرات اخوهم التانية. مش انا. عادي العروسه اللي اتشافت في الفرح هي دي امها ما خلاص. هم شافوها في الاستجابه. يا خساره. في الانستا موجوده وفي كل حته. الشياطين. انت برضه نسيت احط فلفل. لا انت بقى تتفتح يعني، انت هتتفتح ويتحط لك كده كتير عليا. مين انا؟ يلا. طب حطي بقى الفلفل قدامك عشان ما تنسوش. لا مش هنسيب. فرن بقى ما شاء الله بابا على ايه النهارده؟ سخن مولع، سخون جدا. مين اللي جاي؟ دي بقى بيتزاية زي اللي هي في الفرن، بتتعمل في الصاج وبتتقطع مربعات. ماشي. الدكتور ابدا. وميكس بقى الجبنات بقى اللي احنا عايزينها، احنا حاطينها كله على بعض. جبنه تركي، جبنه بيضه، جبنه قريش، عندك موزاريلا، عندك اي جبنات، اي نوع اللي جاي. اللحمه المفرومه ايه؟ بس انا حطيت 9 عشان هي بس اتقطعت في 9.
بس الصراحه دي الكبيره احسن من ان كل شويه تعملي بيتزا. دي بتنجزك صح؟ ايوه صح. البرد اثر عليكي؟ مش قادره. انت عندك حق، كل اي حاجه بتقوليها كويسه. خايفة دلوقتي من إيه؟ مش هعارضك. فلفل. ايه لا اصل حلوه. فلفل؟ مفيش فلفل. ما انا ما خلاص يا ملك. على فكره هي بقى وانا ماشيه اصغر وانا هناك في البيت ادوق اي حاجه ادوق. كنت بعمل جبنه قريش وحاطه في الجبنه قريش خلو طماطم وبصل ومش عارفه. قالت لي ايه ده هو في حد بيعمل جبنه قريش كده؟ لا 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 لا. وفي الاخر الله دي تحفه، الله دي مش عارفه ايه. قلت لها حبيبتي انتي سوسه. انا سمعت حاجه النهارده من واحده، بس عايزه اعرف بقى اذا كان في ناس فعلا بتعمل كده ولا لا. بيقولي لي بقى هيقولوا لك ايه. بيعملوا الرز بلبن بس ما بيحطوش سكر، بيحطوا له ملح. لا هو في كده ولا ايه؟ وبعدين بيتعمل ايه بقى؟ بياكلوا كده ولا ما يحطوش فانيليا وما يحطوش الكلام ده كله؟ ده رزق ماشي. ده برام. لا زي الرز بلبن بالظبط. قالت لي بمسكه وانا اغسله وبتاع وكل حاجه حادق يعني. وتحط ملح. لبن حادق. في ناس بتعمل كده، بدل ما تدخله الفرن بتعملوا رز بس باللبن بدل الميه وتحط ملح وفلفل. بتسلقه في ميه عادي زي سليق الرز بلبن برضو لحد ما يدوب، وتروح حاطه له لبن وتروح حاطه له ملح. رز بلبن في الشتاء انا مش متخيله طعمه. لا في ناس بتعمل كده كتير عادي يعني. طعمه بالبهر. دي البيتزا تنسيش ايه بس صح؟ دي البيتزا بقى. اياد عايز معامله خاصه في كل حاجه. بيتزا تنفع. احب اقول لكم اني اكله وحش جدا جدا هم عارفين جدا، والله يكون في عون دودو بصراحه. هم عارفين. اكلي مش معرفه. لا عشان انت مش بتاكل كل حاجه، المفروض تاكل كل حاجه. انا باكل البيتزا كلها عادي، لكن احنا هنا يعني عملنا العيش بلحمه، طلعي لي منه طماطم، طلعي لي منه الفلفل، طلعي لي منه كل حاجه. البصل مش عارفه ايه. اصلك هو حامي اصلك ملك. مع انه بياكل الاندومي مشطشطه يعني عادي. هي الاندومي بالنسبه له حلوه. لو هو جعان ياكل اندومي يقول انا شبعت خلاص من الاندومي. في فرق بالنسبه له. مش هقول. انت طالع في الموضوع ولا ايه؟ هو طلع دراعه. ده حسام. هو العيله كلها طلعت النهارده. ده حسام اخو علي واخو طارق. هما ما يعرفوش الاسامي ولا كده. علي اللي هو جوزي العريس، وطارق ده الكبير. هو علي اتشهر كله. اتعرف خلاص. يبقى طارق ان شاء الله هنجيبه لكم في الخطه الخمسيه الجايه. لا ما هو عارفين طارق لما كان في العزومه انتي صورتيه. لا مش عارفين اسامي قصدي. الراجل اللي كان في العزومه صورنا ده هو ده طارق. الراجل ها الباشمهندس اقول ايه ده؟ الراجل انا هوصل كل حاجه. هو ده هينزل. ايوه